العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا الأكارم من تلفزيون دولة إريتريا، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس الأفريقي يتفقد المؤسسات الإنتاجية في الخرطوم. أعداء الدفعة الأولى يحتفلون بالذكرى ال25 لبدء الخدمة الوطنية. بولونيا الإيطالية تشهد فعاليات إحياء ذكرى ال40 لتأسيس اتحاد المرأة الإريتريا. قادة غرب أفريقيا يتعهدون بمليار دولار لمكافحة الجهاديين. الرئاسة تؤكد مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن في عملية أمريكية. وترامب يبحث مع نتنياهو إمكانية إبرام معاهدة دفاع مشترك. أهلا بكم. يقوم فخامة الرئيس سياس أفورقي بزيارة عمل رسمية لجمهورية السودان تلبية لدعوة رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان منذ يوم أمس السبت 14 من سبتمبر. وتفقد الرئيس سياس أفورقي اليوم 15 من سبتمبر المؤسسات الإنتاجية الكبيرة في العاصمة السودانية الخرطوم. وفي الجولة التفقدية التي قام بها فخامته برفقة الرئيس المجلس السيادي الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان وغيره من كبار المسؤولين، زار مؤسسة اليرموك العسكرية ومؤسسة زادنا الزراعية وقدم له توضيحا بشأن المؤسستين ومنتجاتها. وقال الرئيس سياس أفورقي بعد زيارة مؤسسة اليرموك إن التطور الذي يشهده السودان يسير جيدا، وأن وجود مثل هذه المؤسسة في المنطقة يمهد للحصول على المواد التي تحتاجها عن قرب من السودان، وهي مهمة للنمو المشترك الذي سيعمل لتنفيذه. وتفقد الرئيس سياس أفورقي لدى زيارته مؤسسة زادنا الزراعية الأعمال المنفذة والتكنولوجيا المستخدمة ومشاتل الفواكه وإنتاج اللحوم والألبان والتمور. وسيلتقي فخامته مساء اليوم بالجالية الإريترية في الخرطوم. والتقى الرئيس سياس أفورقي مساء أمس السبت عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دغلو، وبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والمجالي الاقتصادي والتجاري خاصة. وكان الرئيس سياس أفورقي قد التقى مسبقا رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك، وبحث علاقات الشعبين الإريتري والسوداني التاريخية المؤسسة على حسن الجوار، مؤكدين الاستعداد القائم لتعويض الفرص الفائتة، وتوصل إلى تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والعمل المشترك للتنسيق الإقليمي الفعال. احتفل حوالي 500 عضو في الدفعة الأولى للخدمة الوطنية بالذكرى ال25 لتأسيس ساوا وبدء الخدمة الوطنية بتنظيم مسيرة وبرامج فنية يوم 14 من سبتمبر الجاري. وسار أعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية من ساحة الفاتح من سبتمبر وحتى حديقة الشهداء، وقاموا بالعناية بالأشجار وبرامج فنية تعكس أهمية الخدمة الوطنية للدفاع عن السيادة والتنمية الوطنية. وفي الحفل الذي نظم مساء أمس في الإكسبو بحضور المسؤولين في الحكومة والجبهة، أوضح المشرفون على البرنامج أن الهدف منه التأكيد على مواصلة المهام المنفذة في السنوات ال25 الماضية لبناء الأجيال وضمان السيادة. وشهد الحفل باقة من الأغاني لقدام الفنانين أعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية وقصائد شعرية. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد في الكلمة التي ألقاها إن السبب الرئيسي الذي أعلنت فيه الحكومة الإريترية الخدمة الوطنية بداية التسعينات بناء وطني مستقل مزدهر ومهاب، مشيدا بأعضاء الدفعة الأولى لتأكيد جاهزيتهم مجددا. من جانبه أوضح قائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليبوس والديهنس إن ساوا هي مدينة الشباب التي تستقبل الشباب من كافة أنحاء البلاد وتأهيليا جسديا وذهنيا. وهنأ أعداء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية الذين نظموا البرنامج لإبراز الوحدة والقسم المتوارث باستمرار. وقدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد صورة كبيرة أعدها أعداء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية لقائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قديم.
شهدت مدينة بولونيا الإيطالية في الفترة من 13 وحتى 15 من سبتمبر الجاري فعاليات إحياء الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بمشاركة واسعة وحفاوة كبيرة. وشارك في مناسبة الإحياء حوالي 1500 شخص بينهم رئيسة الاتحاد السيدة تخاء ميكائيل وسفراء إريتريا في إيطاليا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وشمال أيرلندا وممثلات لنقابات المرأة من أمريكا الشمالية وأوروبا ومسؤولات فروع المرأة في الدول الأوروبية والضيوف المدعوين. وألقت رئيسة المرأة الإريترية في الدول الأوروبية السيدة نيغستي ساغا كلمة أوضحت فيها أهمية الاحتفال، مشيرة إلى أن بلوغ أعداء المرأة في الدول الأوروبية إلى هذه المرحلة متحديات بتصد عال. الفترة العصيبة يؤكد مدى مستوى وعيهن العالي وكفاءة تأطيرهن. من جهته قال سفير إريتريا في إيطاليا السيد فسحسيون بيطروس إن نضال المرأة الإريترية عامة وخاصة المرأة في أوروبا يحتل مكانة خاصة في نضال المرأة الإريترية، مشيدا بالدور الفعال الذي لعبه الاتحاد في إنجاح البرامج الوطنية إضافة إلى الحفاظ وتوريث القيم المجتمعية والثورية. بدورها ذكرت رئيسة المرأة السيدة تخاء ميكائيل بأن مشاهدة اتحاد المرأة الذي أسسته قبل 40 عاما الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في العام 1979 الفترة العصيبة يسير في هذه الفترة أنشطة فعالة منتشرا في كافة أرجاء المعمورة، يعد نسب تذكاري للأجيال المتعاقبة من الإناث، متعهدة بأن الاتحاد سيعمل بوتيرة متسارعة معززا تأطيره ومستفيدا من آفاق المرحلة الراهنة المبشرة. وقدمت في المناسبة سيمينارات وأوراق بحثية تشرح مسيرة 40 عاما لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. اختتم في 16 من سبتمبر الجاري مؤتمر الأمم المتحدة 14 لمكافحة التصحر بإعلان نيو دلهي، وقد عرضت فيه إريتريا تجاربها المتمثلة في أنشطة التشجير وإدخال موقد أسمر يعمل بالطاقة الشمسية. وفي المؤتمر الدولي الذي افتتح في 2 من سبتمبر الجاري في مدينة نيو دلهي الهندية شارك فيه أكثر من 9000 شخص ممثلين 197 دولة ومختلف المؤسسات الدولية والمؤسسات العلمية. قدم وفد إريتريا بقيادة المدير العام لقسم التنوع الزراعي في وزارة الزراعة السيد حروي أسغودوم توضيحا مصحوبا بالصوت والصورة والمنسقات تعكس أساليب الحملة الخضراء التي تتبعها إريتريا لإعادة الغطاء النباتي إلى طبيعته. كما قدم الوفد إلى جانب المؤتمر توضيحات تنويرية حول تجارب إريتريا في حفظ وإدارة الثروات الطبيعية، فضلا عن دور الفن في التشجير وإدارة الثروات الطبيعية. ومع أن التصحر يعد تحدي جماعي دعا إلى مكافحته بما يتطلب جهودا مشتركة وتعاون منسق لكافة الدول. والتقى وفد إريتريا في 12 من سبتمبر الجاري بالأمين العام لمؤسسة مكافحة التصحر بالأمم المتحدة السيد إبراهيم تياو، وبحث معه الأنشطة التي تسيرها إريتريا لمكافحة التصحر وتطوراتها وإدارة مساقط المياه والأنشطة الزراعية الجارية بمستوى الأسرة وإدخال موقد يعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الشريكة ونتائجه. يذكر بأن المحتوى المصحوب بعرض الصوت والصورة والملصقات واللوحات الفنية التي قدمته إريتريا نال إعجاب المشاركين ووسائل الإعلام. عقدت الجمعية الوطنية للتخدير الطبي يوم أمس 14 من سبتمبر الجاري في فندق أسمر بلاس مؤتمرها التأسيسي بحضور ممثليها المهنيين في كافة أرجاء البلاد. وفي المناسبة التي قدم فيها توضيحا مفصلا حول خلفية مهنة التخدير الطبي في بلادنا والعالم وأهمية التجمع وتأسيس الجمعية ودور مهني التخدير في النضال التحرري، ناقش المشاركون حول أهداف الجمعية وإسهامات المخدرين الطبيين في المجال الصحي وأهمية تأسيس الجمعية وكذلك دستور الجمعية. وألقى المدير العام المؤقت لقسم السياسات والخطط والموارد البشرية الدكتور برهاني الدابرو كلمة نيابة عن وزيرة الصحة آمنة نور حسين عبر فيها عن تهنئته لتأسيس الجمعية ورغم أنه جاء متأخرا، معبرا عن أمله في نقل المنتدى مهنة التخدير الطبي إلى مرحلة جديدة. وفي الختام انتخب المشاركون لجنة تنفيذية تتكون من 5 أعضاء وممثلين في الأقاليم.
وقد شارك في المنتدى التأسيسي كبار المسؤولين في الحكومة وممثلي المهنيين والجمعيات الناشطة تحت مظلة وزارة الصحة، فضلا عن الضيوف المدعوين. وأوضح رئيس الجمعية المؤقتة السيد ميكائيل البراخي أن الرسالة وأهداف الجمعية تتضمن تأمين أعمال التخدير الطبي الفعالة وذو مواصفات عالية، وتطوير قدرات ومعرفة الأعضاء المهنية، وضمان توفير أدوات أساسية، فضلا عن تشجيع دراسات علمية. الجمعية الوطنية للتخدير الطبي هي جمعية وطنية تأسست في العام 2018. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس إن زعماء غرب إفريقيا تعهدوا بمليار دولار لمكافحة التهديد المتصاعد للمتشددين الإسلاميين في المنطقة. وعززت جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية موطئ قدمها عبر منطقة الساحل القاحلة هذا العام، وما جعل مساحات شاسعة من الأراضي خارج السيطرة وأثار أعمال العنف العرقية لا سيما في مالي وبوركينا فاسو. واجتمع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس وعددهم 15 مع رئيسي موريتانيا وتشاد في قمة استثنائية في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو لبحث التصدي لانعدام الأمن المتزايد. وقال جان كلود كاسي برور رئيس مفوضية إيكواس أن المفوضية قررت المساهمة العالية والعاجلة في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب من خلال التعهد بتقديم مليار دولار. وفي كلمة عقب الجلسة المغلقة دعا برو الأمم المتحدة أيضا إلى تعزيز مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي المتمركزة في البلاد منذ 2013. وقالت الأمم المتحدة في يوليو أن هجمات الإسلاميين تنتشر بسرعة كبيرة في غرب أفريقيا، وأن على المنطقة أن تفكر في دعم رد فعلها بما يتجاوز الجهود العسكرية الحالية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، والذي كان هو أيضا شخصية بارزة في التنظيم في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب. وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض إن العملية تمت في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن حمزة الذي يعتقد أن عمره 30 عاما قتل قبل عدة أشهر قرب الحدود بين باكستان وأفغانستان، وتم إبلاغ ترامب وقتها بالعملية. وكان حمزة بجانب والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، كما أمضى وقتا معه في باكستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان، والذي دفع كثيرين من كبار قيادات القاعدة للذهاب إلى هناك طبقا لما ذكره معهد بروكينغز. وفي عام 2017 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بأنه إرهابي عالمي بعد أن دعا إلى القيام بأعمال إرهابية في عواصم غربية، وهدد بالانتقام من الولايات المتحدة لقتل والده. وكان رويترز ذكرت في 31 من يونيو نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع أن حمزة لقي حتفه، لكن بيان يوم السبت يمثل أول مرة تؤكد فيها الحكومة الأمريكية العملية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية إبرام معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين في خطوة قد تعزز موقف نتنياهو الذي يحاول الفوز بولاية جديدة في انتخابات تجري بعد أيام. وأضاف ترامب على تويتر أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء نتنياهو لبحث إمكانية المضي قدما في معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعزيز بشكل أكبر التحالف القوي بين البلدين. وقال أنه يتطلع لاستمرار تلك المناقشات هذا الشهر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبدأ أن توقيت تغريدة ترامب قبل أيام من إجراء الانتخابات الإسرائيلية بهدف إلى دعم جهود نتنياهو للبقاء في السلطة من خلال إظهار علاقتهما القوية. وعزز ترامب من قبل فرض نتنياهو في الفوز قبل الانتخابات السابقة عندما اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان هذا العام. الخبر الأخير في هذه النشرة: قالت الشرطة البريطانية أن لصوصا سرقوا مرحاضا من الذهب صالحون للاستخدام قيمته 5 ملايين دولار من قصر بلينهايم البريطانية، حيث كان يجري عرض ضمن معرض فني. والمرحاض الذهبي وهو من عيار 18 قيراطا كان جزءا من معرض أعمال الفنان الإيطالي ماوريسيو كاتيلان الذي افتتح في القصر الواقع على بعد حوالي 97 كيلومترا غرب لندن. وكان المرحاض معروضا في السابق بمتحف جونجنهايم بنيويورك، حيث تمكن أكثر من 100,000 من استخدامه. وقالت الشرطة أن اللصوص الذين كانوا يستقلون سيارتين على الأقل اقتحموا القصر مكان مولد رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية وينستون تشرشل، وأزالوا المرحاض مما تسبب في أضرار بالغة وتسرب المياه. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.